صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وبالإشارة إلى جريمة إطلاق النار التي تعرض لها الجندي أول بالقوات المسلحة عبد الله ناصر مضحي الرشيدي وهو يقود سيارته الخاصة على الطريق الدائري في مدينة تبوك صباح يوم الأحد الموافق للعشرين من الشهر الثاني من عام 1438 للهجرة، ونتج عنها مقتله تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء. فإنه وبتوفيق من الله تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وذلك في يوم الأربعاء الموافق ل23 من الشهر الثاني من عام 1438 للهجرة، ويدعى هايل زعل محمد العطوي سعودي الجنسية. وضبط بندقية رشاش ثبت من خلال الفحوص المعملية أنها السلاح الذي استخدم في الجريمة، كما ألقي القبض على 7 أشخاص آخرين لعلاقتهم في القضية. وقد أقر الجاني المذكور تحقيقيا بتبنيه فكر داعش الإرهابي وقيامه بارتكاب جريمته استجابة لدعوة التنظيم باستهداف العسكريين. وما تزال التحقيقات مستمرة معه ومع بقية الموقوفين في هذه القضية، وسوف يعلن عما يستجد في حينه، والله الهادي إلى سواء السبيل.